لو بتدوري على وصفة بتنجان جديدة ومبتكرة يبقى لازم تجربي الوصفة دي. لايك وشير وصلوا على رسول الله. اول حاجة بجيب البتنجان ببدأ اقشره بالطريقة دي. لو مش حابة تقشريه خليه زي ما هو بقشرته. بقسم البتنجانة على 2، بقطعها شرايح شريحة وسط، ولا هي رقيقة او ولا هي سميكة او. بعد كده بقطع النص على 2، يبقى يعتبر البتنجانة على 4. حابة تخليه الشريحة كبيرة عادي. بعد ما قطعتهم بنزل بيهم في مصفى وببدأ اديلهم شطفة تحت الحنفية، وبعد كده ببدأ انزل عليهم بالملح. بسيب تحتيهم طبق عشان لسه البتنجان هيبدأ ينزل ميته. دلوقتي طبعا هنبدأ نعمل الدقة بتاعة البتنجان مع بعض. عندي هنا كزبرة خضراء، معلقة صغيرة من الثوم، فلفل احمر، فلفل اخضر، عندي طماطمايه كبيرة. ببدأ انزل بيهم في الكبة وببدأ افرمهم فرمة بتكون خشنة يعني، ولا بنعمها او ولا بسيبها برضو التقطيعة بتاعتها كبيرة. بنزل عليهم بمعلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الكمون، نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ولو حابة تحطي شطة عادي. هبدأ افرمهم. شايفين الفرمة اللي انا فرمها لهم؟ دلوقتي هنبدأ ننزل عليهم بنص ليمونة. هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الخل، وهنا طبعا بتقلبيهم وبتبدأي تدوقي الملح. اهم حاجة الملح بتاعك يكون مظبوط. بركنهم على جنب. البتنجان هنا كان نزل ميته. هبدأ اروح على البوتاجاز. عندي هنا طاسة فيها زيت سخن. ببدأ انزل بالبتنجان وبسيبه طبعا على نار عالية لحد لما ياخد اللون من تحت. اول ما بياخد اللون من تحت ببدأ اقلبه على الوش التاني او الجنب التاني. اهم حاجة بقليه على نار عالية. بس كده، وكده خلصنا البتنجان بتاعنا. شايفين الجمال؟ طبعا وهو سخن كده ببدأ على طول انزل بيه في طبق. طبعا بالنسبة للتقديم، يا اما بتخلي لو الشريحة بتاعتك كبيرة ممكن تقدميه بالطريقة دي. تبدأي تحط على كل واحدة نص معلقة صغيرة من الدقة اللي احنا عملناها، وممكن تنزلي كده بالدقة على البتنجان وتبدأي تقلبيه كله في بعضه. وبعد ما تقلبيه ممكن تحطيه في علبة وتحطيه في التلاجة وتطلعي منه على الأكل. ينفع كمان تسيبيه زي ما هو كده، بيتاكل جنب الكشري، بيتاكل جنب أي أكلة. طعمه حلو قوي، بيفتح النفس على الأكل. لما تجربي الوصفة بجد هتعتمديها من كتر جمالها. طعمها جميل جدا. طبعا لو حابين انزل لكم وصفات بتنجان تكون جديدة اكتبولي في التعليقات. شايفين الجمال؟ البتنجان كده حاجة زبدة بتدوب في البق. طعمها حلو قوي، تتبيلتها مظبوطة. اتمنى بجد تجربوه وتقولولي على رأيكم فيه. فيا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم. لايك وشير وصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. واستنوني في وصفات جاية كتير بإذن الله.